المقابلتين الوديتين المنتخب الوطني المغربي امام تونس وامام البنين صافي سالاو. واحد الحاجه اللي تاكدنا منها في هذه المقابلتين هادو ان وليد الركراكي مدرب ضعيف جدا تكتيكيا وما يصلحش للمنتخب الوطني المغربي، وان المنتخب والنجوم اللي كيلعبوا فيه كبار بزاف على مدرب بامكانيات وليد الركراكي، لانه تكتيكيا ما كيخلعنيش انايا في التغييرات ديالو، ما كيخلعنيش انا في العناصر اللي كيعيط لها، لا كيخلعني تكتيكيا، لانه مدرب ما يقدرش انه يلقى لك حلول في مقابله تكتيكيه. غيتلاقى مع مدرب واعر كيعرف كيفاش يسد المساحات، يدير هجمات مرتده، يلعب بالعمق ولا يلعب على الاطراف، كون اكيد انه غيغلب وانه غيقصي المنتخب الوطني المغربي في كاس افريقيا امام الجماهير المغربيه. تخيل معايا انت في فاس امام 50,000 من الجماهير ديالك وما قادرش انك دير هجمه منظمه وانك تضغط على المرمى ديال الخصم وانك تماركي هدف ولا ثلاثه ولا اربعه، مقارنه بمنتخبات اخرى. ملي كنشوف اللعب ديال نيجيريا ولا الجزائر ولا مصر وكيفاش كيلعبوا والطريقه ديال اللعب ديالهم وكيفاش كيخرجوا كره وكيفاش كيهجموا وكيفاش كيضغطوا، كون اكيد راه كتخلع. ملي كتجي تشوف الباشا ديال المنتخب الوطني المغربي راه كتخلع، كتلقى هناك فوارق كبيره بين النهج التكتيكي باش كيلعب به هاد المنتخبات هادو وباش كيلعب به السي وليد الركراكي اللي قال لك انا افضل مدرب في تاريخ الكره الوطنيه المغربيه. 12 انتصار متتالي، 12 انتصار متتالي مع اضعاف الفرق الافريقيه وكلها في الميدان ديالك وكلها بدون شي نتائج اللي جيده. الماتش اللي كنا كنتسناو انك تربحوا اللي كان مهم خسرتيه امام جنوب افريقيا. لهذا ما عرف انا كيفاش هذا السيد هذا وجهه قاصح وصحيح كيخرج انه كيبدا يتبورد علينا، يبدا يهضر ويبدا يقول، لاننا انا متاكد وكانني كنشوف هذا السيناريو هذا بين عينيا. وليد الركراكي غيمشي لكاس افريقيا غادي يخرج من دور الربع ولا نصف النهائي امام فريق اللي عنده مدرب تكتيكي وعنده لاعبين ذو جوده عاليه. وهذا الشيء هذا اللي كيقولوه بزاف، كيقولوا ان حان الوقت باش ان الجامعه المغربيه لكره القدم تاخذ قرار جريء ديال الراجل بانها تعزل هذا السيد هذا وتجيب لنا طريق سكيتيوي. ياك وليد الركراكي وصلنا لنصف النهائي ديال كاس العالم، راه حتى طريق سكيتيوي جاب برونزيه في اولمبيات، راه نفس الاولمبيات بلاعبين شباب لاعبين صغار، وبالعكس انه كان هجوميا افضل من وليد الركراكي في كاس العالم، وكان ايضا بالنهج التكتيكي اللي كان كيلعب به فرضوا على منتخبات اللي كبيره كالارجنتين وفرق كبيره اللي لعب ضدها وفرض على النهج التكتيكي ديالهم ورجعهم اللور، وكان كيهجم وكان كيقدم كره اللي جميله وكره اللي ممتعه وايضا كره اللي فعاله. كان الدفاع ديالو واعر، خط وسط الميدان ديالو واعر، وايضا الهجوم كان عنده واحد التنشيط هجومي ولاعبين اللي كانوا كيلقاو راحتهم معاه. اجي نقول لك دابا واش رحيمي في الاولمبيات يا رحيمي مع المنتخب المغربي، واش اشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان مع انريكي وايضا مع المنتخب الاولمبي هو اشرف حكيمي مع المنتخب ديال وليد الركراكي؟ راه هنا كيبان لك فروقات ديال المدربين انهم يخليو اللاعبين يلقاو راحتهم في الميدان. اشرف حكيمي لا مع باريس سان جيرمان لا مع المنتخب الاولمبي كان مفرقع، لا ايضا رحيمي كان مفرقع، لان المدرب عرف كيفاش انه يعطيهم يلعبوا على راحتهم. انت وليد الكراكي اي لاعب كان متالق مع الفريق ديالو سبحان الله العظيم كيجي للمنتخب المغربي كتلقاه كيقدم اداء اللي باهت. هذا الشيء هذا اللي كنقول لك انه ضعيف جدا تكتيكيا وما كيعرفش كيفاش انه يتعامل مع اللاعبين وما كيعرفش كيفاش انه يعطي الحريه للاعبين وما كيعرفش كيفاش انه يخرج الماكسيموم من المجهود ديال اللاعبين. لهذا كنظن ان وليد الكراكي اقسم لكم الا بقى في المنتخب الوطني المغربي سيناريو كيدور امام جميع المغاربه لاقصاء من احد الادوار، لانه مدرب فاشل ما تحمل الكلمه بمعنى وما عنده ما يقدم للكره الوطنيه المغربيه وما عنده ما يقدم للمنتخب المغربي. وكان ان الجامعه المغربيه غادي تغامر بزاف بهذا المدرب هذا الى عطاته كاس افريقيا، لانه ما قادرش وماشي في الاستطاعه ديالو. وانا كنقولها وكنعاودها وكنتحمل مسؤوليتي، الى هذا المدرب بقى في المنتخب المغربي ودا كاس افريقيا حكموا عليه باش ما بغيتو.